نعاني دائما في توجيهنا مع العوام صدمات عنيفة. نعم. فمثلا مرة كنت أخطب في مسجد، قلت للإخوة المصلين: يجب حينما يقوم الإنسان أو يقعد أو يستعين بأحد أن يستعين بالله جل جلاله. نعم. ولا تجوز الاستعانة بغير الحق سبحانه وتعالى، لأن بيده الأمر كله. قلت لهم: لا يصح للإنسان حينما يقوم أن يقول يا رفاعي، نعم. يا جنيد، يا جيلاني، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا مثلا في طنطا الشيخ المشهور هناك. حتى لا يجوز أن يقول يا رسول الله. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. فأشاع بعض المصلين في نهاية الأمر أن فلان أصبح وهابيا. نعم. قلنا لهم: يعني مع الأسف الشديد الواحد يدلكم على أليس هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عندئذ تقولون صار وهابيا. هذا الكلام لا يصح أن يقال. نعم. فلذلك أحيانا يروج بين العوام اتهامات للعلماء غير مبنية على أساس صحيح. نعم.